الزمالك فتح مدرسة الفن والهندسة. بقالنا فترة كبيرة ما اتفرجناش على الزمالك بالحلاوة والأداء الممتع اللي احنا اتفرجنا عليه النهاردة. مباراة مع كهربة الإسماعيلية، مباراة جيم مفتوح من الفريقين، ده عايز يكسب وده عايز يكسب. عشان كده شفنا 7 أهداف في المباراة. وطبعا بشكر فرقة كهربة الإسماعيلية على قد الإمكانيات. ولكن هنا في كلام كبير قوي على لعيبة نادي الزمالك وعلى معتمد جمال بصراحة. يعني من ماتش لماتش اللعيبة بتثبت ان هي ابطال. عندهم حاجات كتيرة صعبة، ولكن هم مركزين في الملعب. المستوى بيعلى، اللعيبة بتعلى بصراحة. يعني احمد الخضري ومحمد ابراهيم الاتنين اللي بيلعبوا على الاطراف لعيبة صغيرة في السن، ولكن اثبتوا جدارة. النهاردة عاملين مباراة عالية جدا، عاملين مباراة كبيرة جدا. طبعا مع محمد اسماعيل مع الونش، ما حسيناش بغياب حسام عبد المجيد. الراجل اللي اسمه اسامة السيد، اسامة ده ولا اسامة السيد ده لعيب برضو مش وحش يعني. لعيب كويس. عندك ادم كايد الفنان، عندك عدي، عندك احمد شريف اللي اول مرة يقول انا هنا وبيحرز هدفين النهارده وبيبقى من نجوم المباراة. ناصر منسي بيرجع للتهديف تاني. كل ده حلو وكل ده جميل، لكن الأجمل المتعة في الأداء. يعني ماتش الأهلي امبارح ما كانش فيه المتعة دي، ماتش النهارده بيراميدز ما كانش فيه المتعة دي. هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا. الزمالك فعلا النهارده بيقول أنا راجع بمدرسة الفن والهندسة. تخيلوا بقى لو نادي الزمالك ده مستقر، كنت هتشوف كرة عاملة ازاي ولاعيبة عاملة ازاي. ولما ترجع له اللعيبة بقى اللي هي المصابة والموقوفة وسيبك من اللعيبة اللي هي بتتباع، يعني كبر دماغك من اللعيبة اللي هي بتتباع. لو حافظوا على الروح دي اعتقد ان الزمالك هيفضل في المنافسة. لو اتحافظ على الروح دي وبدأوا يوفروا فعلا فلوس. يعني لو بدأوا يوفروا الفلوس للاعيبة الزمالك بس، اللعيبه دي هتموت نفسها وهتبقى في المنافسه. انا عندي النهارده الزمالك بيقدم المتعه الحقيقيه واللي هي مش متوقعه، واللي هي كانت غايبه عن الناس ومش مصدقين ان الزمالك هيبقى بالحلاوه دي. ورغم كده محمد صبحي كان هيعكنن على الجماهير في الخروج الخاطئ، اهو والله بيعيدوا الجون اهو. يعني انا بتكلم وهم بيعيدوا الجون، فضيحه والله العظيم فضيحه. مفيش عنده اساسيات حراسه المرمى. انا خلصت كلامي، بشكر لعيبه الزمالك، بشكر معتمد جمال، وبقول لهم كتر خيركم على اللي انتوا بتعملوه. والنهارده انتوا اسعدتوا جماهير الزمالك بالاداء المشرف اللي انتوا عملتوه، وبتكسبوا بنتيجه 5-2. ده غير الكور اللي ضاعت، غير الفرص المحققه اللي ضاعت. يعني احنا امبارح في ماتش الاهلي والبنك ما شفناش الفرص اللي هي ضاعت لا من هنا ولا من هنا. النهارده بنشوف 7 أهداف وفرص ضايعة بالجملة. ليه؟ عشان الجيم مفتوح. رضا شحاتة بيلعب جيم مفتوح ومعتمد جمال بيلعب جيم مفتوح. هي دي حلاوة الكورة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب. سلام عليكم.